عبارة عن كوبين طحين، شوية ملح، وكوب إلا ربع ماي بس. لا فيها خميرة ولا فيها سكر ولا فيها ولا أي شيء. هاي الطحين وحطيناه، راح نحط فوق الملح، قلبة قلبتين، ونبدأ نعجن. نحط الماي ونعجن. بعد ما لميت العجينة، شايفين بنات العجينة كيف؟ يلا راح احط شوية زيت بس جي على الأطراف عشان ألمها عدل. انزين، طبعا هاي العجينة ما يبالها تخمير، راح نخليها ترتاح الحين لمدة 10 دقائق. هالأثناء راح نسوي الحشوة. انزين، حطينا شوية زيت زيتون مع راس بصل. بعد ما ذبل البصل حطيت اللحم مفروم نص كيلو. انزين، اللحم صار جاهز. راح احط البهارات. عندي ملعقة صغيرة 7 بهارات وفلفل اسود، وحطيت طبعا شوية ملح. الحين بعد ما بندنا النار نحط الصنوبر. عندي 3 كوب صنوبر محمص. انزين، بما ان حشوتنا جاهزة، الحين راح نرجع لعجينتنا وراح نفردها بالنشابة اكثر شيء تقدروا. انا احب الششبرك العجينة تكون خفيفة بنات، لا تخلوها ثخينة لان راح تنفش لما نطبخها باللبن. يلا. انزين، الحين راح نبدأ نقصص العجين. انا راح استخدم هذه اللي هي تقريبا قد الفنجان العربي هذا. وهاي عجينتنا صارت جاهزة. راح نشل الأطراف. انزين يا أصدقائي، ششبركاتنا صاروا جاهزين. صينية الفرن كامل كلها ششبركات. شايفين حجمهم؟ ترى نتفة حرفيا نتفة، أصغر ششبركات في الكوكب. شوف. انزين، الحين راح أدخلهم الفرن. أنا ما بأحمرهم، أنا ما بأخبزهم، بس تنشيف أنشفهم، عرفتوا؟ عشان لما أحطه في اللبن ما يعجن. تمام. شايفين بنات الششبرك خلاص نشف ويانا. طبعا احنا ما نبى نحمره نفس ما قلت لكم، بس انه ينشف. يلا الحين طلعه. زين، بالنسبة للبن اللي راح نحط فيه الششبرك، عندي 2 كيلو زبادي، وراح احط عليهم ملعقتين كبار نشا، و2 من لبن الأب. وفي حد يحط ماي بدل اللبن، بس أنا أفضل اللبن عشان النكهة تكون غنية، عرفتوا؟ وطبعا بنات تم تحركوا بلا توقف لين يغلى عندنا هالمزيد. انزين يا بنات، الحين بعد ما غلى عندنا اللبن، يلا راح نحط، كسرت النار شوية، وراح نحط الششبرك. ما شاء الله، أحس كنا أكل الكرتون، صح؟ شوفوا كيف شكله كيوت ما شاء الله. مر تقريبا 20 دقيقة. يا سلام. يلا الحين راح نسوي الطشة. عبارة عن ملعقة سمن و3 فصوص ثوم، وفوق الثوم راح نحط ربع كوب كزبرة خضراء. يا سلام يا سلام ويا سلام. وهذه طشتنا الحلوة فوق الششبرك. راح اخليهم يغلوا ويا بعض غلوتين، وتصير اكلتنا شو جاهزة. شوفوا لي الجمال. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. صراحة يا جماعة هالأكلة ما يبالها مدحة، هي مادحة نفسها بنفسها. شوفوا الشكل، شوف اتجنن ما شاء الله. طبعا سووا صوبها عيش مع الشعيرية. يا سلام، براويكم القوام من داخل محلاها. شوف. يا سلام. وبس، ودمتم سالمين.